صعود النادي الاهلي للسيمي فاينال للمره ال21 في تاريخه ليقابل سان داونز. المقابله متكرره ولكل حدث حديث هنتكلم عنها في وقتها. النادي الاهلي يصعد للسيمي فاينال مش بحنكه مدربه مارسيل كولر، لا، ولا بشخصيه لعيبته على ارض الملعب، لا، هو صعد كده. طب كده اللي هو ازاي؟ بضعف الفريق المنافس الهلال السوداني. ودي يا جماعه جايه معاكم سكه، انتوا واخدين عليا ان انا بتكلم الحمد لله كلمه حق وبنقول الصح، الحمد لله بفضل ربنا علينا. يعني الهلال يا جماعه السوداني ده فريق عشوائي لدرجه انت قاعد مطمن الاهلي هيكسب في اي وقت، ولو كان الهلال جابوا جول في الاهلي كان الاهلي هيرجع عادي بكل سهوله. الهلال يا جماعه فريق عشوائي جدا جدا وفريق ضعيف جدا جدا جدا، مع احترامنا للاخوه السودانيين. واللي عملوا الهلال السوداني انه يوصل لربع النهائي ده انجاز، في ظل ان هم بيلعبوا خارج ارضهم وفي ظل ان هم ما عندهمش دوري، الله يعينهم. فيا جماعه الاهلي لعب اضعف فريق في البطوله كلها، وده من حسن حظه. لو كان لاعب الجيش الملكي او اي حد فريق تاني كان الاهلي طلع. الاهلي يا جماعه على ارض الملعب بقى فريق، انا اسف فوق على الاهلي، بقى فريق عادي جدا على ارض الملعب. مفيش هويه، مفيش روح، مفيش جمل بتتلعب، مفيش لعيبه عندها روح، مفيش مدرب بره واقف نايم ما بيعملش اي حاجه. يعني يا جماعه النهارده يعني نتكلم في كام حاجه كده، حاجات صعبه قوي بصراحه. يعني معلش انا هروح كاس عالم الانديه بيحيى عطية الله؟ يا جماعه يحيى بيعمل كوارث في الارض، بيعمل كوارث. لما ده مستوى اللاعب بتاعك المحترف اللي انت عايز المفروض تفعل الشراء بتاعه اخر السنه، لما ده مستواه مع فريق زي الهلال السوداني، ده هتاخده معاك في كاس عالم الانديه؟ ده يحيى عطية الله لا عارف يقف صح ولا عارف يغطي صح، وبيتعدى منه بكل سهوله، ولما تيجي الكوره بيعمل ميس باص. ايه ده؟ بجد يا جماعه ايه ده؟ ده الباك بتاعي المحترف اللي جايبه بقى بقبضه بالدولار عشان خاطر ينفعني عشان اطلع بيه كاس عالم؟ وحش جدا على ارض الملعب، بيعمل كل حاجه غلط، كل حاجه غلط. فيا جماعه النهارده الاهلي صعد بضعف مستوى المنافس الهلال السوداني. فكولر كل يوم قاعد مع الاهلي هيفضل كده، عشان ابقى صريح معاكم. يعني يا جماعه كل لعيب كان كويس او دلوقتي كويس هو هيبقى وحش مع كولر. يعني عايزوا يا جماعه مثلا جراديشار ووسام، انت المعنى بقى في الكلمتين دول عشان دول فيهم ايه الخلاصه كلها. جراديشار ووسام، تقدر تقول ان وسام ابو علي ده لاعب وحش؟ لا طبعا، ده خد هداف الدوري في نص موسم وعمل كل حاجه. طب جراديشار تعرف تقول عليه وحش؟ برضه نفس الكلام، لعيب جامد جدا، اول ما نزل بيهدف وكل حاجه. طيب وسام ابو علي لوحده جامد جدا، جراديشار لوحده جامد جدا. الاثنين في الملعب مش هقدر اقول لك وحشين في الملعب الاثنين. ليه؟ انت عايز كوتش بره يقدر يوظفهم على ارض الملعب. انت معاك واحد بره، انزل يا عم على الله ان شاء الله. هي مش كده، هي مش كده. يعني انت لما بتلاعب مثلا، لعبت مثلا ماتش الذهاب، لعبت جراديشار ووسام، انت بتنزل في الملعب وزي ما تيجي لعبتهم اتنين مهاجمين. طب انت لما تلعب اتنين مهاجمين، انت عندك باكات بيعملوا كروسات. يعني واحد زي يحيى ده بيكمل يعمل كروس، حاشا وكلا. هاني ده بيكمل، حد الله. طب انت بتلعب اتنين مهاجمين ليه؟ انت كده بتفقد واحد على ارض الملعب. طب بترجع مثلا النهارده لعبت جراديشار هاف رايت، ومقعد بره مثلا الشحات، ومقعد بره طاهر. طب جراديشار ده هو هاف رايت؟ لا هو مهاجم. طب وسام مهاجم. تعمل ايه؟ بدل ما توظفهم انت لازم تيجي على واحد عشان التاني. يعني كل شويه بتيجي على وسام لغايه خلاص وسام ده فقد الثقه في نفسه تماما من المدرب اللي هو المفروض عارفه وعارف امكانياته، خلاه يفقد الثقه في نفسه. الخطوه الجايه على جراديشار نفس كان برضو وقع. فعندك ما شاء الله كولر ما شاء الله عنده وسام وعنده جراديشار، كولر ما شاء الله ما شاء الله وقع الاثنين. طب نرجع لك كهربا تاني؟ فيا جماعه كولر كل يوم موجود في الاهلي، ده غلط جدا مع النادي الاهلي بجد يا جماعه. وادي الماتش الجاي هتلعب في السيمي فاينال، هتلعب سان داونز. فيا جماعه الاهلي النهارده عدى زي ما قلت لكم، عدى كده. في الفتره الجايه يا جماعه لازم وانا اللي عارفه يا جماعه ان الاهلي فعلا بيحضر صفقات دلوقتي لمدربين، بس السرعه. يعني المجلس الاداره ده عايز سرعه،
عشان كولر يا جماعه، كولر كل يوم في النادي الاهلي وجوده هي كارثه بكل المقاييس للنادي الاهلي. اقول لهم يا جماعه مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله، وحظ اوفر للهلال السوداني، ربنا يعينهم ان شاء الله يا جماعه. الفتره الجايه نحاول، الفتره الجايه مين؟ ما عندك ماتش بيراميدز السبت الجاي، يا ترى كولر هيقدر يعمل حاجه فيه؟ الله اعلم. الاجابه لسيادتك. تحياتي ليك يا ابو الكباتن، شكرا لكم يا جماعه، وتحياتي ليك يا صديق، ومبروك تاني مره النادي الاهلي وصوله للسيمي فاينال لملاقات سان داونز ان شاء الله. شكرا يا كباتن، تحياتي ليك يا صديق.